السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ في الوحدة التانية. أول حاجة معانا الدرس الأول نبدأ بالنسبة. يعني إيه النسبة؟ النسبة هي مقارنة أو قسمة بين عددين أو كميتين أو مساحتين لازم يكونوا من نفس النوع. يعني لو بقسم طول يبقى لازم أقسم على طول، عرض على عرض، مساحة على مساحة، محيط على محيط، يبقى لازم النسبة دايما بتكون من نفس النوع. مقارنة بين عددين أو كميتين بيكونوا من نفس النوع، زي مثلا ألف على ب بيكون عبارة عن كسر عادي، ألف على ب. طيب احنا واخدين قبل كده الألف ده يعني البسط، وب يعني المقام. اللي بيجي في الأول اسمه مقدم النسبة، عشان جه في الأول اسمه مقدم يعني بدأ، يبقى اسمه مقدم النسبة الأولاني. وبعدين اللي في المقام اسمه تالي النسبة، التاني ده اسمه تالي النسبة. يا اما تتكتب في الصورة كده ألف على ب بسط ومقام، أو تتكتب ألف إلى ب، ألف وبعدين نقطتين ب، يعني معناها ألف إلى ب. ألف مقدم النسبة اللي جه في الأول، وب تالي النسبة. طيب لها خواص النسبة، إن قيمة النسبة لا تتغير إذا ضرب حداها في أو قسم على عدد حقيقي لا يساوي الصفر. طبعا إذا اتضرب في عدد حقيقي، بس لازم يكون العدد الحقيقي ده ما بيكونش بيساوي الصفر. ليه؟ لأن لو عندي مثلا نسبة زي 3 على 5، لو أنا ضربت في صفر، طب ما هي كده هتحول العدد لصفر، يبقى كده مبقتش نسبة. فعشان كده بقول بتتضرب في أي حد في عدد حقيقي، بس المهم لا يساوي الصفر. لو ضربت أو قسمت على عدد حقيقي لا يساوي الصفر، يعني مثلا لو ضربت فوق وتحت في 2، لازم اللي بعمله فوق بعمله تحت، اللي بعمله في البسط بعمله في المقام. يعني هتبقى كام؟ 3 في 2 ب6، وبعدين 5 في 2 ب10. لو جيت اختصرت تاني هقسم 6 على 2 فيها 3، 10 على 2 فيها 5، اتحولت تاني ورجعت لطبيعتها بقت 3 على 5. يبقى النسبة مش بتتغير إذا ضربت حديها الحدين، اللي هو الحد الأول اللي هو ألف، والحد التاني اللي هو ب. اللي كتب في الأول اسمه الحد الأول، والب الحد التاني اللي فوق الحد الأول وتحت الحد التاني. المقدم اسمه الحد الأول، وب اللي هو التالي الحد التاني. طيب يبقى أنا ضربت أو قسمت في عدد حقيقي المهم لا يساوي الصفر، يبقى كده قيمة النسبة مش هتتغير، هتفضل هي القيمة اللي هو عطاها لي اللي هي 3 على 5. طيب لكن بيحصل ايه؟ يبقى مش بتتغير لو ضربت او قسمت، لكن بتتغير في حالة إذا جمعت أو طرحت. يبقى قيمة النسبة تتغير إذا أضيف إلى حديها أو طرح منها عدد حقيقي برضو لا يساوي الصفر. يعني مثلا 3 على 5، لو زودت مثلا في الحدين بتوعها الحد الأول والحد التاني، لازم اللي بعمله فوق بعمله تحت، زودت هنا وهنا 1، 3 زائد 1 بقت فيها 4، و5 زائد 1 فيها 6. طيب ممكن اختصرها على 2 وعلى 2، على 2 فيها 2، على 2 فيها 3، يبقى طلعت 2 على 3، لكن هي اصلها كان كام؟ كان 3 على 5. يبقى كده اهوت قيمة النسبة اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ اتغيرت. اتغيرت امتى؟ اذا ضفت او طرحت عدد حقيقي من حدي النسبة. طيب في ملاحظة عندي، اذا كانت النسبة، لو اعطاني كده في المسألة، اذا كانت النسبة بين عددين ألف إلى ب، عايز ايه هما العددين؟ ما ينفعش اجي اقول مثلا لو العددين ألف إلى ب لازم احط ثابت لكل حدي من حدي النسبة. يعني العدد الأول اللي هي نسبته ألف، والعدد التاني هقول نسبته ب، لازم أضربه في عدد ثابت أو في رمز ثابت، زي مثلا ميم، هقول ألف ميم وب ميم. يعني مثلا لو قال لي النسبة بين عددين 3 إلى 5، عايز إيه هما العددين؟ فهقول العدد الأول هخليه ب3 س، والعدد الثاني هيساوي 5 س. دي في الفروض دايما بخليها كده في الفرض 3 س و5 س. يبقى لما يجيني نسبة بين عددين دايما لازم اخلي، عشان اخلي العدد الاول اقول يساوي، لازم احط ثابت جنب النسبة اللي هو عطاها لي. نشوف امثلة وهتوضح لي. اول مثال، اذا كان 2 ألف بيساوي 3 ب، فان ألف على ب بتساوي كام على كام؟ هو قال ألف على ب، يعني أخد من الألف راح للب، من الألف راح للب، كتبها كده ألف على ب. يبقى أنا همشي بقى بالعكس، هاخد اللي جنب الب وارجع بيها للألف، يعني هتساوي 3 على 2. يبقى أنا مشيت من هنا لهنا، لما أجي أرجع بالعكس، أخد 3 على 2. طيب عشان نتأكد، احنا عارفين ان حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، فهاجي أضرب ألف في 2 اللي هي 2 ألف بتساوي الطرفين اللي هي 3 في ب، 3 في ب. يبقى انا بتاكد بالطريقه دي، يبقى انا خدت من الف الى ب، يبقى ترجع تساوي 3 على 2. عشان اتاكد اشوف بقى حاصل ضرب الطرفين فعلا بيساوي حاصل ضرب الوسطين، فعلا الف في 2 اللي هي 2 الف بتساوي ب في 3 اللي هي 3 ب. ناخد واحده كمان، بيقول اذا كان 2 س ناقص 3 ص على ص زائد 2 س بيساوي 2 على 3، اوجد س
على ص. طيب احنا هنستخدم نفس الطريقة، ان حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين او اللي هو المقص. طيب انا هضرب الاتنين في ص زائد 2 س. طالما عندي حدين لازم احط قوس، يبقى هكتب 2 دي مضروبة في المقدار ص زائد 2 س، لان لازم الاتنين دي هتتوزع على المقدار كله. ده بيساوي حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، التلاتة في اللي فوق ده 2 س ناقص 3 ص، يبقى هتساوي 3 في وافتح قوس 2 س ناقص 3 ص. بعد كده هعمل توزيع، حد في مقدار ضرب حد في مقدار، الاتنين في الصاد مرة واتنين في 2 س، 2 في صاد يبقى 2 ص، موجب في موجب بموجب، 2 في 2 يبقى 4 س. ده بيساوي 3 في 2 6 س، 3 ضربتها في 2 س مرة ومرة في سالب 3 ص، موجب في سالب بسالب، 3 في 3 ب9 ص. اخلي السينات مع بعض والصادات مع بعض، هنزل 2 ص زي ما هي، هتروح لها الناحية التانية سالب 9 ص، هتعدي اللي يساوي، بدل هتعدي اللي يساوي يبقى لازم هتدفع ضريبة. يعني ايه هي الضريبة؟ انها هتغير اشارتها، كانت بالسالب في الناحية دي يبقى هتيجي الناحية التانية بموجب 9 ص. وبعدين يساوي، مين اللي هينزل في مكانه؟ 6 س في مكانها زي ما هي، لكن هتروح لها ال4 س، 4 س هتعدي اللي يساوي يبقى هتدفع الضريبة، كانت موجب هتتغير وتبقى سالب 4 س، يبقى اللي بيعدي اللي يساوي بتغير اشارته. بعد كده حدود متشابهة يبقى هجمعها مع بعض، 2 و9 11 ص بتساوي 6 ناقص 4 2 س. طيب هو عايز س إلى ص، يبقى هكتب س على ص، س على ص بتساوي، هو خد كده من س راح للصاد، يبقى بدل انتهيت بالصاد هاخد اللي جنب الصاد هبدأ بيها وبعدين هرجع بالعكس، يبقى هتساوي 11 على الاتنين. عشان اتأكد هعمل مقص، هشوف السين مضروبة في ايه؟ في 2، وفعلا هي كانت 2 س. طيب وبعد كده لو عملت مقص كده يبقى الصاد مضروبة في 11، يعني هتبقى 11 ص. هي كانت 11 ص، هو قال من س لصاد، س على صاد، يبقى هاخد بالعكس، يبقى 11 على 2. عشان اتأكد اضرب مقص واشوف زي ما هي طلعت يبقى انا كده ماشي صح، س في 2 2 س، وهنا 11 ص، مظبوط كده. اذا كان 2 س ناقص 3 على 3 س زائد 1 بتساوي 3 على 5، اوجد قيمة س. نفس الفكرة، هعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني هضرب الخمسة في 2 س ناقص 3 والتلاتة في 3 س زائد 1. هضرب أول حاجة 2 س ناقص 3 في الخمسة، يبقى هكتب الخمسة وافتح قوس عشان هنا مقدار 2 س ناقص 3، وبعدين ده يساوي التلاتة في 3 س زائد 1، افتح قوس واكتب 3 س زائد 1، لأن الحد ده هيتوزع على القوس كله. موجب في موجب بموجب، 5 في 2 ب10 س، وبعدين موجب في سالب سالب، 5 في 3 ب15 بيساوي موجب في موجب بموجب، 3 في 3 9 س، موجب في موجب بموجب، 3 في 1 ب3. بعمل التوزيع 3 في 3 س و3 في 1. بعد كده هخلي السينات في طرف لوحده والأرقام في طرف تانية، يبقى 10 س هتنزل زي ما هي لأنها ما حركتهاش من مكانها، هتنزل زي ما هي بإشارتها. ال9 س بقى هي اللي هتروح لها، هي بعد اللي يساوي هتروح الناحية التانية، هي كانت موجب يبقى هتتغير هتبقى سالب 9 س، هتساوي التلاتة في مكانها ما اتغيرتش، لكن سالب 15 هي اللي هتتحرك، كانت سالب يبقى هتتحول هتبقى موجب 15 لأنها عدت اللي يساوي، طالما بنعدي اللي يساوي يبقى تتغير الإشارة على طول. طيب في الجمع بنعمل ايه؟ إشارة موجب وإشارة سالب، بعمل ايه؟ باخد إشارة الكبير واطرح، هنا إشارة الكبير اللي هي ال10 موجبة يبقى موجب، واطرح 10 ناقص 9 1 س، يعني س بتساوي موجب وموجب يبقى موجب، واجمع 3 و15 يبقى 18، يبقى قيمة س بتساوي 18. عددان صحيحان موجبان النسبة بينهما 9 إلى 7، وإذا أضيف للأكبر 3 وطرح من الأصغر 1 أصبحت النسبة 3 إلى 2، فما العددان؟ طيب احنا اتفقنا لما بيقول لي هنا عددان صحيحان موجبان، هاخد بالي ديت لما نيجي نحل ان هو عايز هنا بس الموجبان، النسبة بينهم 9 إلى 7، يعني النسبة بين العددين 9 إلى 7، ما ينفعش اجي اقول ان العدد الأول بيساوي 9 والعدد التاني بيساوي 7، لازم احط رمز كده هو ثابت فوق وتحت جنب النسبة عشان يتحول للعدد. فهقول أول حاجة نفرض أن العددان هما ايه؟ أول حاجة هيبقى 9 ميم و7 ميم، اي رمز انتوا عايزينه، س ص اي حاجه، فانا اخترت. يبقى انا عندي كده العددين هما ايه؟ 9 ميم و7 ميم، لان هو عايز ايه هما العددين، ما ينفعش اقول العدد الاول بيساوي 9 والعدد الثاني يساوي 7، لا هو قال النسبه بين العددين 9 الى 7، هو عايز العددين، فانا حطيت رمز ثابت ما بينهم هما الاثنين.
يبقى العددين هفرضهم 9 م و7 م. طب قال لي إذا أضيف للأكبر 3، مين هو الأكبر، ال9 ولا ال7؟ أكيد ال9 م. فإذا أضيف للأكبر 3 يبقى هقول 9 م زائد 3، أضيف يعني جمعت عليه 3، أضيف للأكبر 3، الأكبر اللي هو 9 م ضفت له 3 زائد 3. طيب على، لأن هي نسبة أصلا، طرح من الأصغر كام؟ 1. طرح يعني هكتب ناقص، مين العدد الصغير؟ هو ال7، يبقى هقول 7 م اتطرح منه 1. يبقى أول حاجة عندي 9 م العدد الكبير ضفت له أو جمعت عليه 3، والأصغر اللي هو 7 م طرحت منه 1. أصبحت النسبة 3 إلى 2. أصبحت يعني بقت تساوي إيه؟ تساوي 3 إلى 2 يعني على 2. يبقى عرفنا إزاي بنكون المسألة. بعد كده هعمل حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين أو المقص، يعني 2 في 9 م زائد 3 وال3 في 7 م ناقص 1. يبقى هقول 2 وافتح قوس في 9 م زائد 3، دي بتساوي ال3 في افتح قوس 7 م ناقص 1. هضرب بقى 2 في 9 مرة ال2 في 9 م وبعدين ال2 في 3. 2 في 9 ب 18 م، موجب في موجب 2 في 3 ب 6 بتساوي موجب في موجب 3 في 7 ب 21 م، موجب في سالب بسالب 3 في 1 ب 3. بعد كده هخلي م في طرف والأرقام في طرف. أنا هخلي هنا الرقم 6 زي ما هو، السالب 3 هي اللي هتعديله هتبقى موجب 3 بتساوي 21 م زي ما هي نزلت ما اتغيرتش اشارتها لقيناها في مكانها. ال 18 م هي اللي هتتحرك من مكانها، كانت موجب هتبقى سالب 18 م. انا عملت كده عشان تطلع على طول موجب في الفرق ما بينهم. طيب لما اجي اجمع الارقام 6 و3 9 بتساوي، هنا عددين لما اجي اجمعهم او اطرحهم، طب هنا موجب وهنا سالب، اشارتين مختلفتين، يبقى هاخد اشاره الكبير واطرح اشاره الكبير اللي هي موجب واطرح 21 ناقص 8 هتبقى فيها 3. طيب 3 م. طيب انا عايزه الميم لوحدها 3 م. طيب هعمل ايه؟ هقسم على 3 علشان تبقى الميم لوحدها. قسمت هنا على الميم وهنا قسمت على ال3 في الطرفين هنا وهنا. طيب 9 على 3 فيها ال3 وال3 طبعا راحت مع ال3 فضل ميم، يبقى ميم طلعت ب3. يبقى كده طلعت ميم ب3. كده اعرف بقى ان العدد الاول ايه والعدد التاني ايه. يبقى العدد الاول كان بيساوي ايه؟ اللي هو الكبير كان بيساوي 9 م، كان بيساوي 9 م. يبقى اشيل الميم واحط قيمتها ب3، يبقى 9 في 3 يبقى بيساوي 27. يبقى ده اول عدد 27. طيب العدد الثاني كان بيساوي 7 م، يبقى هيساوي 7 اشيل الميم واحط قيمتها اللي هي طلعت ب3، 7 في 3 يبقى يساوي 21. يبقى اذا العددان هما 27 و21. وبعدين هو قال لي عايز عددين صحيحان موجبان، هم اصلا طلعوا موجب فهم كده مظبوط. اوجد العدد النسبي الموجب الذي اذا اضيف مربعه الى حدي النسبة 7 الى 11 اصبحت 4 الى 5. اول حاجة هفرض ان العدد بيساوي س. هو بيقول اوجد العدد النسبي، هو عايزه الموجب، عشان لازم احطها كده عشان اشوف في الاخر هيطلع ايه عشان افتكر. الذي اذا اضيف مربعه، طب انا فرضت ان العدد س، يبقى مربعه هو ايه؟ مربعه يبقى هيساوي س أس 2، مربعه يعني أس 2 إلى حدي النسبة 7 إلى 11. طب أنا عندي حدي النسبة 7 إلى 11، يعني الحد الأول 7 إلى الحد الثاني اللي هو 11. هو بقى حصل إيه؟ أضيف مربع العدد ده إلى حدي النسبة. أضيف يعني زائد، يعني أنا هزود فوق وتحت الحدين، هضيف المربع بتاعه اللي هو س أس 2. يبقى أول حاجة فرضت إن العدد س مربعه هو إيه؟ عشان هو قال لي مربعه س أس 2. طيب هو بيقول أضيف مربعه إلى حدي النسبة. النسبة أنا كتبتها أصلا 7 إلى 11، أضيف يعني جمعت مربع العدد اللي هو س أس 2 للحدين، الحد الأول والحد الثاني اللي هو المقدم والتالي. ماشي. أصبحت يعني تساوي إيه؟ تساوي 4 إلى 5، يعني 4 على 5. بعد كده نتعامل عادي مقص أو حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين أو المقص، يعني ده في ده وده في ده. يبقى 5 في 7 زائد س أس 2، دي بتساوي 4 في 11 زائد س أس 2. 4 وافتح قوس 11 زائد س أس 2، وبعدين أوزع بقى ال5 جوه القوس ده. يبقى 5 في 7 ب35، موجب في موجب بموجب، 5 في 1 ب5 س أس 2، دي بتساوي موجب في موجب 4 في 11 يعني 44، موجب في موجب بموجب 4 س أس 2. طبعا ال4 بتتوزع على القوس كله ما ننساش. بعد كده هخلي الأرقام في طرف والسينات في طرف تاني، يبقى 5 س أس 2 زي ما هي،
هتروح لها موجب 4 س أس 2، كانت موجب هنا بس هتعدي اللي يساوي هتبقى سالب 4 س أس 2. بعدين يساوي 44 الرقم ده نزل زي ما هو، 35 هي اللي هتتحرك، كانت موجب هتتحرك تبقى سالب 35. بعد كده هطرح 5 ناقص 4 يعني 1 مش بيتكتب س أس 2. 1 س أس 2 طبعا الموجب والواحد طالما في رمز عندي مش هكتبه يبقى س أس 2 دي بتساوي 44 ناقص 35 يعني هتساوي 9. طيب يبقى س بتساوي ايه؟ المفروض س طالما عندي أس 2 يعني هتساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للتسعة، يعني س هتساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للتسعة اللي هو 3. بس العدد بقى هو ايه؟ بصيت فوق العدد النسبي الموجب، هو طالب كده العدد الموجب، يبقى إذا العدد النسبي الموجب يبقى مش هاخد سالب 3 هقول بيساوي 3، يبقى العدد النسبي الموجب بيساوي 3. عددان موجبان النسبة بينهما 3 إلى 7، إذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة 1 إلى 3. فما هما العددان؟ اتفقنا ان احنا هنفرض ان العددين، هو بيقول النسبة بين العددين 3 إلى 7، ما ينفعش اقول العدد الاول 3 والعدد التاني 7، فانا بخلي في رمز جنبي اما س يا اما م، فانا اختار م مثلا، هيبقى العدد الاول 3 م والتاني 7 م، يبقى العددين 3 م و7 م. وبعدين برضو هحط دايره كده على العددين موجبان عشان لما يطلع العددين اشوف في سالب فيهم ولا لا، فانا مش هختار السالب، هو عايز العددين الموجبين. يبقى فرضت ان العددين 3 م و7 م، حطيت رمز ثابت في النسبه. طيب بيقول لي اذا طرح من كل منهما 5، يعني هي اصلا كانت عندي 3 على 7، واحنا قلنا العددين يعني 3 م على 7 م، طرح من كل منهما يعني من الحدين دول اتطرح منهم، يعني هقول ناقص وناقص، ناقص كام؟ ناقص 5. قال لي اذا طرح من كل منهما 5 اصبحت، يعني بقت تساوي النسبة اصبحت كام؟ اصبحت 1 إلى 3. هنعمل بقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين او المقص، هنضرب دي في دي ودي في دي، ده بيساوي ده، ده في ده بيساوي ده في ده، يبقى هقول 3 وافتح قوس اللي هو البسط كله 3 م ناقص 5، ده بيساوي الواحد في 7 م ناقص 5. طالما طبعا الواحد ده محايد ضربي فهينزل القوس زي ما هو، يبقى هوزع التلاتة جوه القوس كله، 3 في 3 م مرة، وبعدين 3 في سالب 5 مرة، موجب في موجب موجب، 3 في 3 9 م، موجب في سالب بسالب 3 في 5 ب15، ده بيساوي طبعا الواحد في اي حاجة هينزل نفس المقدار يعني 7 م ناقص 5، او لو وزعت 1 في 7 م يعني 7 م وموجب في سالب يبقى سالب 1 في 5 ب5. تمام، هخلي الميم في طرف والارقام في طرف، يبقى 9 م زي ما هي بتنزل، 7 م هتروح لها هتعدي اللي يساوي هتبقى سالب 7 م، اتغيرت اشارتها، يساوي السالب 5 زي ما هي ما اتغيرتش اشارتها لانها في مكانها تنزل، والسالب 15 هي اللي هتتحرك، بدل هتتحرك هتعدي اللي يساوي هتبقى موجب 15. موجب مع سالب اخد اشاره الكبير اللي هي الموجب واطرح 9 ناقص 7 يبقى 2 م، دي بتساوي هنا برضو موجب وسالب اشاره الكبير اللي هي الموجب والموجب مش هيتكتب، واطرح 15 ناقص 5 فيها ال10. طب انا عايزه م لوحدها، يبقى هقسم الطرفين على 2 اللي هي مضروبه في الميم على 2، يبقى م طلعت 10 على 2 فيها ال5، يبقى م طلعت ب5. يبقى كده العددين هقدر اجيبهم، يبقى العدد الاول بيساوي كان بيقول بيساوي 3 م، يعني 3 في 5 هشيل الميم واعوض عنها ب5، يعني 3 في 5 هيساوي 15. طيب العدد الثاني هيساوي كان ايه؟ بيساوي 7 م، يعني هيساوي 7 في 5، يعني ب7 في 5 ب35. يبقى هقول اذا العددان الموجبان هم اصلا كده كده طلعوا موجب فمش هغير فيهم حاجة، هما 15 و35. ان شاء الله المرة الجاية ناخد التناسب. بكده تكون انتهت حلقة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.